مساء الخير مشاهدينا، أنا حنان جيلاني وأقدم لكم نشرة العاشرة. كالعادة دائما نبدأ بالعناوين. الإريتريون في إسرائيل يؤكدون جاهزيتهم لتمتين وحدتهم وتعزيز مساهماتهم. الخدمات التعليمية في منطقة أجمايت تحقق نتائج مشجعة. عقد سيمينار لطلاب المرحلة الثانوية في مديرية عدخالة. مناورات بحرية صينية بذخيرة الحياة بمشاركة فرقاطات روسية. إندونيسيا تحتجز ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني. الأسبوع الأول من يوليو هو الأشد حراً على الإطلاق. أكد الإريتريون في إسرائيل جاهزيتهم لتمتين وحدتهم وتأطيرهم وتعزيز مساهماتهم في البرامج الوطنية، وذلك في السيمينار الشعبي المنعقد في 8 من يوليو في مدينة تل أبيب. وقدم القائم بأعمال السفارة الإريترية في إسرائيل توضيحا مفصلا حول الأوضاع الراهنة في البلاد والأقاليم والعالم، بالإضافة إلى دور الإريتريين في الخارج والمسؤولية التي تحملنا إياها المرحلة التي ولجأنا إليها. وقدم المشاركون آراء وتوصيات تساعد في توسيع وتمتين تأطيرهم، معبرين عن دعمهم لقوات الدفاع الإريترية. تخلق الخدمات التعليمية المرضية المقدمة في منطقة أجمايت مديرية كركبة إقليم الكشبركة تأثيرا إيجابيا في المنطقة. وأوضح مسؤول التعليم الأستاذ جمع محمد سعيد أن الخدمات التعليمية تقدم في مناطق أجمايت وأكايد بوهرار بوهاون وحرنايت وآتاي، وتتكون المؤسسات التعليمية المنتشرة في المنطقة من 3 مدارس ابتدائية وأخرى ابتدائية ومتوسطة، وظلت تتزايد أعداد الطلاب من عام لآخر بفضل التنسيق الجيد بين مدراء الضواحي وعمد القرى والشركاء. وأشار إلى مشاركة 630 طالب في التعليم النظامي، بينهم 130 طالبا و60 طالبا في برنامج عريوت، و267 طالب في برنامج تعليم الكبار من الصف الأول وحتى الثالث. وأوضح وضع برنامج لفتح مدرسة ابتدائية جديدة في منطقة هاوان، مناشدا الآباء والمدراء والعمد لتعزيز دورهم بهدف نمو مشاركة الطلاب. وذكر الشيخ عمر سليمان أحد أعيان ضحية أجمايت الشركاء والمعلمين والآباء لضرورة العمل المنسق وبذل جهود حثيثة لرفع مشاركة الطلاب في بعض المناطق، وعلى إدارتي أجمايت وكركبة تلبية كافة المتطلبات. نظم في عدخالة سيمينارا للطلاب الذين أكملوا الصف 11 ويستعدون للذهاب إلى ساوا لإكمال الصف 12 وأداء الواجب الوطني في الدفعة 36 للخدمة الوطنية. وذكر المحاضرون الشباب الذين يعملون في خدمات الإرشاد والوعظ في مدرسة ورساي كألو أهمية التكاتف والتكامل والتحابب والوئام والوحدة بين الطلاب، وباعتبار ساوا ملتقى يسهم في تنشئة الطلاب القادمين من كافة ربوع الوطن أكاديميا ومهنيا وأخلاقيا، لذا عليهم بذل الجهد لتسخير كل ذلك في مصالحهم. وأوضح الطلاب المشاركون في السيمينار عن إكمالهم الاستعداد الجيد ليخرجوا أكفاء في كافة المجالات. وعبر مسؤول التعليم في الأقليم الجنوبي الأستاذ هبتزكي كيداني عن ثقته التامة بأن تحلى الطلاب في كافة المجالات وخاصة المجال الأكاديمي أقوياء وفاعلين، مناشدا إياهم لضرورة الاستفادة الجيدة من الفرص المتاحة لهم. هذا وسوف يتحركون طلاب المدارس الثانوية في مديرية عدخالة الذين أكملوا الصف 11 في العام الدراسي 2022 و2023 وأكملوا استعداداتهم للذهاب إلى ساوا بهدف إكمال الصف 12 وأداء الواجب الوطني في الدفعة 36 للخدمة الوطنية. تلقى 64 طالبا بينهم 25 طالبة قدموا من المدارس الثانوية المنتشرة في مديرية أفعبت
ونقفة وقرورة تلقوا دورة تأهيلية ركزت في العلوم الاجتماعية وقد امتدت لفترة أسبوع واحد. واشتملت الدورة على الفهم السياسي والأفكار البدائية والوطن والوطنية والتقان والمعلومات وكذلك الشباب وحماية البيئة. وذكر مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في فرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا أقليم شمال البحر الأحمر الشاب تخلاي زرآي في مراسم الاختتام التي جرت خلال 7 يوليو أن الدورة هي جزءا من الأنشطة الجارية لرفع الثقافة السياسية للشباب. وقد أبدى المشاركون اهتمامهم بفعالية الدورة. وكجزء من الدورة قام المشاركون بتنظيم نفير جماعي تركز على النظافة البيئية ورعاية الأشجار وكذلك جولة تفقدية في منطقة عاشورم. وقدم المناضل عثمان عمر المشارك في عملية تدمير جبهة نادو إز عام 1988 توضيحا مفصلا حول البطولات الإعجازية والبسالة والمروة التي أبداها المناضل الجسور والمواطنين في المعركة الفاصلة. ونشد مدير مديرية أفعبة السيد أحمد محمد نور رجب الدارسين لضرورة تحمل مسؤولياتهم مدركين بأنهم منفذي الأمانة، فيما دعا سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد صالح جابر الدارسين لتفعيل المعرفة المكتسبة على الواقع. وحفلت مراسم التخرج بفقرات ثقافية قدمتها فرقة الورود الحمر وغيرهم من الفنانين. وزعت إدارة مديرية علب برعد في أقليم عنسبة 95 ألف نقفة تبرع بها الموظفون وأعضاء قوات الدفاع ل19 أسرة شهيد. وأوضح المدير التنفيذي للمديرية السيد محرنا تخلأب في مراسم التوزيع التي حضرها مسؤولو المؤسسات الحكومية ورجال الدين والأعيان ومدراء الضواحي أن مشاهدة ترسيخ مساعدة أسر الشهداء من ثقافة الشعب الإريتري أمر يزرع بالفخر والاعتزاز، مثمنا الجهات التي اتخذت الخطوة المباركة. وذكر المشاركون أن البرنامج له أهمية كبيرة ومعنى عميق، مؤكدين استمرارية البرنامج بأفضل طريقة مستقبليا. وأنشئت في المناسبة لجنة تعمل على تنسيق وتعزيز الدعم المقدم لأسر الشهداء. شهدت مدينة مندفرة حاضرة الأقليم الجنوبي في 9 يوليو تدشين كتاب بعنوان وعلى نهبي بلغة التجرينية يسرد حياة البشر والنحلة المعيشية وسبل الزراعة العلمية وخاصة عملية تربية النحل وأساليب الحفاظ. وذكر مؤلف الكتاب السيد أسملاش أسقدم في مناسبة التدشين التي حضرها الخبراء الزراعيين والمزارعين أنه ألف الكتاب انطلاقا من معلوماته وتجاربه المتراكمة بأسلوب فني، حيث يحتوي الكتاب مهارة النحل وعادتها وحياتها المعيشية وكذلك أساليب وأسباب وأضرار الدمار البيئي، مبرزا العلاقة السائدة بين البشر والبيئة والنحل وهدف استفادة المجتمع المدني من الطبيعة. وأوضح المؤلف الصحفي تسفى ألم قبر السلاسة ناقد الكتاب بأن الكتاب يعكس سبل الإدارة والقيادة وتقاسم العمل والانضباط في النحل وكذلك حماية التربة والمياه وإصلاح مساقط المياه والتشجير وإعادة التشجير ودوره في تنمية التنوع الأحيائي، مما يجعله هذا كتاب مهم ومفيد. وأكد المشاركون أن كتاب وعلى نهبي يوضح تطور تربية النحل بطرق علمية والجهود الجارية لتطويره، كما تذكر جهود منسقة ومشتركة لإصلاح التغيير المناخي والأضرار التي يحدثها. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. بالتزامن مع قمة الناتو في ليتوانيا وبعد أسبوع من إجراء تايوان مناورات مماثلة، بدأ الجيش الصيني مناورات بحرية ضخمة بالذخيرة الحية في مياه خليج بوهاي، حيث تستمر حتى 14 من الشهر الجاري. وفي 3 يوليو أجرت تايوان مناورات صاروخية على مدى يومين
حيث تسعى الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتتعهد بإعادتها بالقوة إذا لزم الأمر إلى زيادة استعداداتها في مواجهة الصين التي صعدت ضدها منذ أشهر لهجتها السياسية والعسكرية. كما أن المناورات الصينية الجديدة تأتي بمشاركة فرقاطات روسية، وتأتي في أعقاب تدريبات جوية مشتركة للبلدين في 6 يونيو الماضي فوق بحر اليابان. كما تصاعدت التوترات أخيرا بين الصين مع جهة والولايات المتحدة وتايوان من جهة أخرى على خلفية لقاءات رسمية بين مسؤولي البلدين، وعزم واشنطن بيع أسلحة للجزيرة بقيمة 440 مليون دولار في تحرك وصفته بكين بأن واشنطن تحول الجزيرة إلى برميل بارود. قال خفر السواحل الإندونيسي إنه احتجز ناقلة ترفع علم إيران للاشتباه في نقلها نفطا بطريقة غير قانونية. وأضاف في بيان أن سفينة أرمان 114 كانت تحمل أكثر من 272 طنا من النفط الخام الخفيف، واشتبهوا بأنها كانت تنقل النفط إلى سفينة أخرى دون تصريح. وأفاد خفر السواحل الإندونيسي بأنه احتجز السفينة بعد أن شوهدت وهي تنقل النفط إلى السفينة ستاينوس التي ترفع علم الكاميرون. وقال إن أرمان يشتبه أيضا في انتهاكها لوائح بحرية أخرى مثل الإبحار بلا علم والعمل دون تصريح من ميناء. أظهرت بيانات أولية نشرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الأسبوع الأول من شهر يوليو هو أشد الأسابيع حرا على الإطلاق. قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في بيان: شهد العالم للتو الأسبوع الأشد حرا على الإطلاق وفق بيانات أولية بعدما تسبب تغيير المناخ والمراحل الأولى من ظاهرة النينيو في أن يكون شهر يونيو الماضي الأشد حرا على الإطلاق. ويتوقع أن يكون المتوسط السنوي لارتفاع درجات الحرارة العالمية للأعوام ما بين 2023 و2027 أعلى بمقدار يتراوح بين 1.1 درجة مئوية و1.8 درجة مئوية عن متوسط ما قبل العصر الصناعي، والذي تم قياسه بين عامي 1850 و 1900. هذه البيانات هي أحدث حلقة في سلسلة من السجلات القياسية منذ مطلع العام تشمل جفافا في إسبانيا وموجات حر شديد في الصين والولايات المتحدة. وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة بصدد تجاوزت المستويات القياسية على اليابسة وفي المحيطات، مع آثار مدمرة محتملة على النظم الأيكولوجية والبيئية. ثار بركان يبعد حوالي 30 كيلومترا من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك وفق ما أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في البلاد، وهي المرة الثالثة خلال سنتين التي تتدفق فيها الحمم البركانية في المنطقة. وجاء في بيان مصلحة الأرصاد الجوية أن الثوران حدث في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب البلاد، مشيرا إلى تصاعد الدخان وخروج الحمم من صدع بلغ طوله حوالي كيلومتر. وأظهرت لقطات تداولتها وسائل إعلام محلية تشكل سحابة كبيرة ترتفع من الأرض وتدفقا كثيفا للحمم البركانية. وتم تسجيل آلاف الهزات الأرضية في المنطقة قبل نحو أسبوع من الثوران، في مؤشر دل على تحرك الصهارة تحت الأرض وعلى أن الثوران بات وشيكا. ونصحت السلطات الأيسلندية الناس بعدم التوجه إلى الموقع بانتظار إجراء تقييم للأوضاع. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. الإريتريون في إسرائيل يؤكدون جاهزيتهم لتمتين وحدتهم وتعزيز مساهماتهم.
الخدمات التعليمية في منطقة أقمايت تحقق نتائج مشجعة. عقد سيمينار لطلاب المرحلة الثانوية في مديرية الدخالة. مناورات بحرية صينية بالذخيرة الحية بمشاركة فرقاطات روسية. إندونيسيا تحتجز ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني. الأسبوع الأول من يوليو هو الأشد حراً على الإطلاق. انتهت النشرة قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. إلى اللقاء.